مشوا عني الأحبهم، عصر قلبي بدربهم، أموتا من بعدهم يروح شلون بي. على القوة سفرهم، طفت عيني بصورهم، دعيت الله ليردهم ويردوني لي. مشوا عني الأحبهم، عصر. ليس عيبا أن يبكي الرجل إذا كان فاقدا ل5 من أبنائه، وأي فقد ذلك الذي سار به الشهداء، فهم ذهبوا دفاعا عن تراب الوطن. الحاج أبو سالم فقد أبنائه ال5 وهم يخوضون معارك الشرف في مقاتلة جماعات داعش التكفيرية في بيجي وتكريت والفلوجة. آخرهم جاءوا به شهيدا قبل يومين في الرطبة. أي صبر ذلك الذي يتحمله هذا الرجل وهو من العمر 80. يا ابويا ارجع اصيح وترهم الفرق على صوتي، بعد شنفة دنيا وفارقت من عندي خوتي. عندي 5 شهداء، واحد بجرف الصخر، واحد بيجي، واحد بالرصة، واثنين بالانتفاع. ما الله خذ عمري، ما الله خذ عمري. هم راحوا وانا ظلت عكس المطلب صار. انت دخر حجي، انت دول ابنائك راحوا دفاع عن الوطن وعن المقدسات وعن الحسين عليه السلام وعن هذا الخاط، فراح تبقى انت رمز لاهالي محافظة بابل ولاهالي مدينة الهاشمية. لا تتوقع هذا الموضوع ينسى، بالعكس انت لازم يصير لك تمثال بالمدينة. والله يطول عمرك ان شاء الله ويجبر خاطرك حج. هو هكذا كل يوم يجلس مع بقية أبنائه وأحفاده، يستذكر معهم لحظات من الأسى والحزن لفقد أبنائه ال5 وهم التحقوا بصفوف القوات المسلحة العراقية. لم يمنعهم أو يردعهم من واجب الدفاع عن الوطن. ولا بعد بالله إن شاء الله أنا وراهم. أنا هسه لحد الآن أنا عسكري، إن شاء الله وراهم وفدوة للوطن في المقدسات، وهذا فخر. واحنا مشهودة لنا بهذا الجهاد، 5 شهداء عندنا واحنا مشهودة لنا والحمد لله والشكر. شقل تمشي وتعثر بجفين اخوها، شي صبرها تشوف اقبالها ومذبوحها. هو والد ل5 من الشهداء أعطاهم في معارك تحرير الأراضي العراقية من دنس داعش الإرهابي. لم يتوانى ولم يتراجع، قال لهم صراحة توجهوا ودافعوا عن الأرض والمقدسات. هو الحاج أبو سالم أصبح عنوانا للوالد المجاهد. من مدينة الهاشمية جنوب محافظة بابل، أحمد عماد، قناة بلادي.